في الجو الحر اللي احنا فيه ده يا جماعة، الواحد عايز أكلة خفيفة، مش عايزين حاجة تعمل لنا حموة على صدرنا كده. فأنا عملت مكرونة محمرة وعملت كبد وقوانص. موضوع سهل وبسيط، إن شاء الله نبسط لكم المعلومة وأي حد يقدر يعمل الوصفة ديت. هنحسب مع بعض طيب وتشوفوا أنا عندي طاسة التكاليف بكام. هحط فيها معلقة من انا جبت السمنة، كيلو ونص من الكبده وحلة زي والقوانص، ما انتم طبعا شايفينها نضفنا كده كويس علشان جدا، مش يكون هننزل قدامكم عشان فيها الفيديو ما مية. يطولش. خدنا دي القوانص مع القلوب قوانص لوحدها مقطع كل هنشوحها في السمنه قنصاية زي ما انتم شايفين كده نصين، بالمنظر. ومعاها القلوب. طبعا التنظيف انا مش هشغل بالكم بيه، كلكم الله اكبر عليكم شطار. والميه ديت انا هسيبها تغلي، مستني بس كده لما تسخن. هحط فيها دلوقتي معلقه من الخل، وكمان فصين او 3 4 فصوص كده من الحبهان، وورق الغار بتاعنا او ورق اللورا. والقوانص بتاعتنا هننزل عليهم بيه 3 بصلات من الكبار مخرطين. طبعا البصل دلوقتي ولع، فاحنا ايه يعني هنعمل ايه بقى؟ ربنا يتولانا. ومعلقه من الفلفل الاسود هنا، ونص معلقه فلفل اسود في الميه اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت، ومعلقه ملح. خلاص كده. طيب الملح مع الفلفل الاسود هيخلي البصل ينزل ميته، والمقصود هنا ان انا عايز البصل مع القبض والقوانص انها ايه، تتشوح وتشرب منها. ورشه من القرفه، ورشه برضو قرفه في الحله بتاعتنا. انا مش هزود ميه نهائي يا جماعه. وهحط هنا معلقه من الكاري الهندي. كاري الهندي ده بديل مرقه الدجاج. تقولي للعطار عايزه كاري هندي. خلاص كده. قلبنا بقى الميكس بتاعنا ده، مكسناه كله على بعضه كده. فانا جيت حطيت غطا الحله في الطاسه، لقيته ايه مبوش، فانا عايز اكتم الحراره. هنكتمها ازاي؟ بورق المفضل اللي انتوا شايفينه دوت، الورق الالومنيا. قفلت كده على الطاسه وغطيتها. خلاص. ودي الكبد بتاعتنا. هعمل ايه بقى؟ انا هديها هنا يا جماعه صدمه، تاخدها بتاع 5 دقايق. منها شلت الزفاره، وخدت لها برضو ايه، بتاع يعني نسبه سليق بسيط. ودي كانت طماطمايه مبشوره، نزلنا بيهم في القوانص بتاعتنا. ورجعت قفلت. شايفين انا مش حاطط ميه نهائي، الوصفه دي مش هتزودي فيها ميه. وقفلنا كده الحله بتاعتنا تاني او الطاسه بتاعتنا تاني. يلا نعمل المكرونه المحمره دي. اسهل طريقه يا جماعه، في طرق تانية ولكن مش عايزين نعقد الدنيا. معلقه سمنه مع معلقه زيت ساحت، هننزل بيه المكرونه بتاعتنا اللي هي الصغيره ديت. خلاص. هنبتدي نقلبها تقليب كويس جدا، نحمرها. الموضوع هنا معلش هياخد منك وقت ان انت تقلبي عشان كلها تاخد لون واحد. وحوالي دول ربع كيلو طماطم معصوره. يبقى طماطم معصوره، ادي تاني حاجه حطيناها. خلاص. وانا هزود هنا يا جماعه، دي مرقه فراخ كانت عندي قبل كده، مش مرقه الكبد اللي كانت قدامكم، لا دي مرقه فراخ كانت عندي قبل كده. وتوابل لي ايه؟ التوابل بتاعتي 3 انواع توابل: كمون، والملح، والفلفل الاسود. بس كده خلاص. هي دي المكرونه المحمره اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو. وسبتها تستوي. الكبد طلعتها، هشطفها واقطعها قطع صغيره. هطلع قدامكم اهو. طبعا الميه بتاعت الكبده دي هنرميها مش هنستخدمها. وفتحت هنا على القوانص زي ما انتوا شايفينها اهيت. يعني الموضوع خد له بتاع مثلا نقول كده 7 8 دقايق. مفيش فيها ميه اهي. ونزلت بالكبده بعد ما قطعتها، بعد ما شطفتها وقطعتها. قمت نازل بيهم في القوانص بتاعتي اللي هي كانت بتستوي في الطاسه. وقلب تقليب جيد جدا. وارجع اكتم. هنزود ميه هنا؟ لا مفيش ميه هزودها تماما. هي هتنزل الكبده هتنزل ميتها، وهيبتدي كله يمكس مع بعضه ويشتغل مع بعضه وياخد كله من بعضه. المكرونه بالظبط كده قعدت بتاع 7 8 دقايق واستوت. وعرفنا الوصفه بتاعتنا سهله جدا، اي حد يقدر يعملها حتى شباب المغتربين. مفيش اسهل من كده يا جماعه. الجو حر، عايزين حاجه خفيفه، مش عايزين ايه يعني حاجه تتعب لنا صدرنا في الجو الشديد ده. وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات.